ومن تلك الحياة الطيبة وثمارها، من ثمارها الأمن. ثمرة عظيمة للإيمان أن يحييك الله حياة تسعد بها وتستريح وتطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس قد يكون في قلق، ما في طمأنينة، في قلق، في تفكيرات، في تدبيرات، وأنت مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثمرة عظيمة أن ترى أو تجد قلبك معك مطمئنا بالحق بالهدى بالخير، مطمئن. إن حييت فمطمئن، وإن مت فمطمئن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ثمرة والله. الناس جبلوا على الواقع والثمرات العاجلة، لماذا لا ينظرون إلى هذه الثمرات في الإيمان؟ لماذا لا ننظر كلنا؟ لماذا لا ننظر في هذه الثمرات الواقعية الحقيقية؟ ثمرة الحياة الطيبة، ثمرة الأمن. الأمن لا يكون إلا نتيجة الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا تحقق الإيمان تحقق الأمن في الدنيا، لأن من الإيمان إقامة الحدود، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذه الأمور التي هي من أعمال الإيمان يتحقق الأمن ويستتب في الأرض، يستتب بالإيمان وأعمال الإيمان، فيسعد الناس وينعم الناس ويستريح الناس بالإيمان وأعماله. وهكذا في الآخرة لهم الأمن من عذاب الله، من الخلود في النار، من دخولها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأمن الدنيا والآخرة كله متحقق في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من فوته خاف هلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. آمنة مطمئنة في أمنها، في أرزاقها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألا ترى أن هؤلاء لما لم يحققوا الإيمان كيف عاقبهم الله؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فاتهم الإيمان ففاتهم الأمن، فاتتهم النعمة. هكذا سنة الله الجارية في خلقه، أن كل نعمة تابعة للإيمان، وكل نقمة تابعة للفسوق والمعاصي والكفران. سنة الله في خلقه.